بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشرح الجزء بتاع الاوت سيستمز ابس. انت عندك ايه الانواع الابس اللي موجوده عندك؟ والبروجرامينج موديل يعني انا اختار قبل انهي ابلكيشن انا اختاره. وبيقول سيرفيس تو ورك فلو. تعال نشوف عندنا التايبس اوف ابس ثلاثه: التراديشنال والموبايل اللي هو الموبايل او التابلت ورياكتيف. طيب التراديشنال ده موجود. ايه الفرق بين التراديشنال ورياكتيف؟ قال ان الفرق ما بينهم الاثنين ان الرياكتيف ده بالفريم في كلاينت سايد، اما التراديشنال ما فيهوش كلاينت سايد، في سيرفر سايد وجيكويري بس وخلاص. وكمان لما تيجي تعمل فيتشنج من الداتابيز في حاجه اسمها جزء بريبريشن بتعمله، لان الداتا هنا بتيجي سينكرونس. اما هنا لا، ده سينكرونس غير متزامن. اول ما تعمل فيتش من الداتا، اول ما تعمل انسرت الريكورد جديد ولا حاجه بتعمل ريلود، بيظهر على طول. طيب، فهنا انت لازم، لا مش لازم تعمل، مش تكلم الداتا بيز مباشره، في حاجه اسمها جزء بريبريشن وتعمل اكشن وتخش جوه تجيب البيانات من الداتا بيز. طيب، في عندك حاجه اسمها انتري موديول. الانتري بوينت دي مش موجوده عندك فين؟ في الرياكتيف. الرياكتيف اللايبراري بتاعتها اللي شغال فريم ورك في الفرونت اند بتاع رياكت جي اس، احنا قلنا معاها جافا سكريبت. ففي كلاينت سايد في سكرين اكشن كده، اما هنا ده كله سيرفر، كلها سيرفرات. يعني ممكن نبقى نشوف امثله. اما نيجي نتطرق لحته التراديشنال يعني هنشوف الحاجه زي كده، وطبعا الريسبونسيف، وهنشوف الفروق. طيب خلينا نكمل. طيب الجزء التراديشنال هو اتكلم عليه شويه زي ما انا اتكلمت كده، كان في سكرينه. دي سكرين شوت بتوضح التراديشنال ويب والرياكتيف ويب. بيقول لك الرياكتيف ويب مبني على السيرفر سايد اند كلاينت سايد لوجيك. طبعا احنا عارفين يعني ايه الكونسيبت بتاع الكلاينت سيرفر سايد دوت. اما التراديشنال هو سيرفر سايد بس. طيب انت لما تيجي تجيب البيانات من الداتابيز قالك في حاجه اسمها جزء بريباريشن بتعمله عشان الداتا بترن هنا سينكرونس. اما هنا اسينكرونس هو على طول لما بيحس بتغيير بيرندر على طول. طيب هنا لو انت عملت مثلا جيت عملت فلتر وعايز تعمل ريست هنا لازم تعمل حاجه اسمها اكسبلسيت سيرفر سايد ريندر. تاساين وتاجكس. اساين وتاجكس. تاجكس الحته لان مفيش اصلا هنا كلاينت سايد. تاجكس الحته اللي انت عايز تعمل لها في السكرينه. انت عايز تعمل لها ايه؟ ريلود اوت بطريقه ما نبقى نشوفها برضه لما نتعرض للتراديشنال. رياكتيف كلاينت سايد ده بيأساين جاست ان انت تأساين وخلاص. يعني انا كنت بدخل مثلا بيانات فبيفتح لي بوب اب، فانا خلاص دخلت البيانات وهو بقى بيدوس حفظ. المفروض ان البيانات اللي موجوده تتمسح والبوب اب تختفي واسجل في البيانات في الداتابيز. هنبقى نشوف برضو مثال. جاست ان انت بتعمل ايه؟ اساين لكل الفورم الاتريبيوتس اللي موجوده عندك كلها بزيرو، بس كده. اما انت هنا لا، بتاساين وتاجكس ريفرش الجزء ده. طيب تعال نكمل. هو كان بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول لك ان انت عندك اهوت هو مبني على الرياكت جي اس. والرياكت جي اس طبعا بصفه عامه الرياكتيف لايبرري اصلا سنجل الرياكتيف او الانجولار او اي فريم ورك موجوده بالجافا سكريبت دي بتدعم اللي هي السنجل بيج ابلكيشن اللي هو ده مبدأ. يعني ان انت هو روت واحد. هو روت واحد بتبتدي انت تدخل جوه مش انت ترجع لما تيجي مثلا تدوس باك فيعمل ريلود من اول وجديد. لا، هو سنجل بيج ابلكيشن روت واحد. وتدخل بقى انت تفضل تروح مطرح ما انت عايز بأي طريقة. هو ده الرياكتيف بصفة عامة او الانجلر معتمدين على السنجل بيج ابلكيشن. في كورس موجود على مهارة بيشرح الاساسيات بتاعة الرياكتيف، ممكن نبقى نشير. طيب بيقول لك بقى ان اوت سيستمز ان هو سريع. اللوكود دوت بيبتدي ان انت تكريت اي ابلكيشن انت عايزه بس. وكمان بيبقى فيه الشنج فاستر. ده عندك البروجرامنج موديل اللي اتكلم قال لك ايه؟ قال لك في اتش ام ال وجافا سكريبت وسي اس اس. بص شايف الريسبونسيف لاي اوتس ديت اللي انت عندك ديفرنت سكرينز لما الجافا سكريبت دخلت مع الاتش ام ال والسي اس اس خلت الدنيا تبقى افضل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عندك الشكل دوت السكرين دي مختلفة عن السكرين دي عن دي عن دي. طب ده حاجة اسمها responsive layout. ده معتمد كله على ان الرياكت
ده الجديد، الموديل الجديد. والسنجل بيج ابلكيشن والكروس ديفايس اللي هو ده بيقدموا لك اوت سيستمز يعني. برضو من ضمن الميزات اللي هو بيعمل اسynchronous داتا ريكويست ما احنا شفناها. طيب ايه تاني؟ سكرين لوجيك. اه وانت عندك عندك على مستوى السكرين في فاليديشن ده بتعمله بالكلاينت سايد. طيب انا اختار انهي ما بين الرياكتيف وموبايل، في حين ان انت اصلا عندك في الرياكتيف ريسبونسيف زي ما انت بتقول، واقدر ان انا اخد البلوك اللي عامله في الرياكتيف استخدمه وكونسيومه في الموبايل. فهو قال لك والله ان ده ليه، لا ده الاستخدام وده الاستخدام، ده بيدعم كل الاجهزه والسكرين سايز. ايوه تمام. اما ده لا، انت عندك مثلا حاجه الاي او اس والموبايل الاندرويد، الاندرويد والاي او اس، تقدر ان انت تعمل ديستريبيوت للاي او اس او للابل. الاي او اس او الاندرويد في كونفيجريشنز انت بتمشي عليها عشان تجنريت تجنريت الموبايل ابلكيشن الاي او اس او التابلت الابلكيشن اللي انت عامله. انه يقدر يسمع عندك على الابلكيشن الموبايل. نقدر ان احنا نشوف مثال على كده ان شاء الله يعني. طيب التارجت ديفايس والاودينس، انت عندك الاودينس بتاع الرياكتيف اللي هو السكرين اللاب، الشاشه. اما انت عندك هنا لا، ده موبايل. يبقى الموبايل او ان هو مثلا نيتف موبايل، لا اما اندرويد لا اما اي او اس. ماشي. ده يعتبر اكتف ويب وده موبايل، الفرق ما بينهم يعني. طيب اليوزر على مستوى اليوزر اكسبيرينس، طبعا انت عندك ريسبونسيف لي اوت لكل سكيل، اما انت عندك ده بس حاجه معموله باترن معين للموبايل سكرين بس مش اكتر. طيب البرفورمانس الاداء، قالك البرفورمانس موجوده هنا على الكلاينت سايد مع سمارت ميكانيزم اوبتمايز داتا ترانسفير عشان ينقل الداتا من الباك اند للفرونت اند. في برفورمانس انت بتشتغل البرفورمانس عالي. عامل لك حاجات كويسه، مقدم لك حاجات كويسه زي الاجريجيت اللي مقدمها ديت رياكتيف ويب. اما الموبايل هنا بيقول لك هو نفس النظام، انت بس انت عندك هنا بيبقى فيه الفرق بين الموبايل والرياكتيف. الرياكتيف ويب ان انت او الموبايل والتراديشنال او الرياكتيف بصفه عامه، ان الموبايل فيه لوكال ستورج وفيه اوف لاين داتا، ده ما فيهوش اوف لاين. يعني مثلا انت لو النور قطع فبيكيش السكرين جاست السكرين دي بس. اما لو النور قطع عندك في الموبايل بتحس ان هو محتفظ ببعض البيانات عنده. وكمان لما تعمل حاجه، يعني اعتقد لما انت كنت مثلا لو بتاع محصل الكهرباء بيقرا العداد، لو كان ما عندوش داتا يقول لك بيقرا القرايه، ولما يوصل بالنت بيبتدي ان هو يرفع القرايات ويعمل لها تسجيل. دي من ضمن الحاجات المزايا اللي الموبايل بيقدمها، بخلاف الديسكتوب طبعا، وخلاف ان انت تقعد تشيله وتصور بيه، اقصد يعني مش بيبقى سهل زي الموبايل. طيب انت عندك هنا الاكسس للديفايس هاردوير يعني اللوكيشنز والحاجات ديت. هو هنا عندك سبورت ب HTML5. HTML5 ديت فيها اي بي اي للجافا سكريبت بصفه عامه يعني. هنا عندك الابلكيشن اكسس رينج ديفايس اكسس، لا انت عندك الموبايل عن طريق البي دبليو ايز. هنشوف الكلام دوت عامل لما نيجي نعمل ديستريبيوت. الاوفلاين كابابيلتي، لما تيجي تعمل اوفلاين خلاص انت عندك دلوقتي ما بقاش في حد، ما بقاش في حاجه تقدر انت توصلك على داتابيز. فيعتبر كده النور قطع، انت فقدت الاتصال. ده بسبب ان الواي فاي فصل او النت فصل بصفه عامه يعني. اما ان انت عندك هنا في اوفلاين داتا بتعمل لها تسجيل اهو. وبيستخدم حاجه اسمها اللوكال ستورج والبي دبليو اي. بيستخدم الاستورج بتاعها. طيب الديبلويمنت ابديت، انا عملت ريفريش عملت اي حاجه، انت بس جاست انت بتعمل هنا ايه ريفريش البراوزر بيج، تعمل ريلود. حتى اول سيستم بيطلع لك بوب كده يقول لك في ابديت حصلت، دوس هنا. في الموبايل نفس الكلام يعني، بيظهر لك برضو بيظهر لك سكرين بس بتعمل ريلود كده، ممكن تظهر لك سكرين لو انت فاتح انسبكت للموبايل على الديسكتوب، ممكن تظهر لك السكرينه ديت. واما لو مش انت فاتح موبايل فبتجاست ريلود وخلاص، تشد السكرينه وخلاص.
على مستوى جزء الديستريبيوشن طبعا هو مفيش ديستريبيوشن، يا دوبك انت بتشير اليو ار ال بتاع الابلكيشن بتاع السكرين، اليو ار ال بس. اما هنا انت طبعا عندك بلاي ستور للاندرويد واي او اس، الابلكيشن ستور للاي او اس، عن طريق الديستريبيوت هنشوفها برضو. الورك فلو، انت بتعمل ببلش، بيجنريت الفرونت اند والباك اند بتاعه، بعد كده بيطلع على بياخد الباينري، يرميها على يوزعها على الانفايرمنت اللي بعد كده، اللي هي الابلكيشن اللي في الانفايرمنت ديت، لو هي مثلا اي زي مثلا اكس انفايرمنت، بياخد الباينري كود ده ويعمل له اكستراكت ويجنريت الكود مع نفسه، يطلع لك الايه، النسخه اللي موجوده اهي. تعال نشوف بعد كده، طبعا بيقسمها على الأجهزة بقى وكده. طيب انت عندك اهوت بيجنريت اتش ام ال و سي اس اس وجافا سكريبت، ده الرياكت. وعلى مستوى الباك اند في الداتابيز اللي هو السي شارب وسيكوال سيرفر كود، تقدر ان انت تعمل اوبن تفتحه في البراوزرز، باختلاف بقى الريسبونسيف زي ما احنا كنا شفنا في اوت سيستمز. بس ده الجزء بتاع النهارده، الفرق ما بين اللي نطلع منه هنا، الفرق ما بين الاوت التراديشنال ابلكيشن، التراديشنال ويب والرياكتيف ويب، ده اللي احنا نطلع منه. طيب التراديشنال وايه الفروقات ما بينهم؟ حلو. وايه الميزه من في الموبايل اللي مش موجوده مثلا في الرياكت، اللي هي الجزء بتاع الاوفلاين داتا ديت، اللوكال ستورج. طب لو احنا محتاجين نعمل، ده سؤال، لو احنا محتاجين نعمل ابجريد من تراديشنال لرياكت، هنعمله ازاي؟ ده سؤال بيجي في انترفيو. دول اهم ثلاث حاجات في الفيديو ده يعني. شكرا.